ملخص شامل وكامل. محاولة خطيرة 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 خطيرة. لا 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 لا. هاي سي عمي سي الله يرضى عليك. هذه احسن ما كاين في المباراة باكملها. هما الدقائق هذه اللي كتعيشوا معنا، دقائق متعة، دقائق روعة، دقائق غتحدد المنتصر والفائز المتأهل إلى ربع النهاية. أحسن نسخة عبر التاريخ. خطيرة في المنتخب الجزائري، تسديدة قوية، تدخل الدفاع، رجع الكرة من جديد، تم المحاولة، تسديدة بواسطة اللاعب أنيس حاج موسى. الخروج الى الخروج ما كانش موفق ديال الحارس الدولي الباصي، اذا الكره وصلت لحاج موسى يسدد، لكن تدخل اخر كان جيد من حارس مرمى لولين باسي الحارس الوهاب الفرنسي. اذا تغيير جديد في صفوف منتخب الكونغو الديمقراطيه، او تغييرين. دخول فيستون كانالا باكامين مانالا اللي كيقدم مستويات كبيره. فيستون كانالا مايلي هداف ممتاز لعب فيستون كانالا. ملعبكم مولاي حسن. قراية يا صديقي اقرا. مباراة حماسية ووقفة 0-0، ولكن فرص كثيرة متعددة تكافؤ. المدرب الفرنسي كونغو يا صديقي، وكأنه يحضر هذا هو أغرب مشجع. حاليا كنلعبوا الآن دقيقة 88. الفاس الأخيرة من هذه الجولة الثانية والمباراة دائما تعادل 0-0 بين المنتخبين. كرة على مستوى الدفاع ديال المنتخب الجزائري. جوي يا كر جوي طويلة، تدخل وتقطيع دفاعية طرف عكسي توازيبي. صراحة المنتخب الكونغو الديمقراطي على مستوى التغطية الدفاعية ممتاز. تبع الفرصة ديال محاولة تمريرة داخل مستقبل العمليات. كرة طويلة شيء ما بالفعل تمكنش أمامنا اللاعب ميتشيل. كرة عدلاتو المنذ قليل وصل ديال الكرة خارج أرضية الملعب وأشار بداية المنتخب آخر 8 دقائق عشنا منها بقى 2 دقائق على التوقيت الرسمي. دقيقة 88. بطولة إفريقية كتعرف بعض الغيابات ديال المنتخبات القوية، ولا أكيد منتخب غانا اللي كيغيب على هذه المنافسات بعد ما يعني تعادل في الجولة الأخيرة. هذا منتخب أنغولا اللي كتصدم الجماهير الغانية والإفريقية عاشقة الكرة الجميلة. وقت منتخب غانا نجح في أنه يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كان إلى جانب جزر القمر غريب وعجيب وإفريقيا المستوى تشاد. بالتالي منتخب غانا حاضر في نهائيات كأس العالم. هذه فرصة محاولة من المنتخب الجزائري، تسديدة ولكن كرة بعيدة، تسديدة ولكن كرة كانت بعيدة خارج أرضية الملعب. طبيعة الفرصة ديال المحاولة على المنتخب الجزائري. تابعوا هذه التسديدة تاع المنتخب غانا اللي بعث القرعة في مجموعة 12 بسبب نهائية كأس العالم المقبلة إلى جانب إنجلترا كرواتيا وبنما. هذه المنتخبات اللي حاضرة في كأس العالم. نعيش الدقيقة الأخيرة من المباراة في المجموعة الثامنة كونغو إسبانيا، منتخب السعودية وأوروغواي والجزائر. كأس إفريقيا بداية من 2028. عادي تقول الجزائر تقول عادي ما عندناش عقد نفسية كاع. هذه فرصة محاولة بين المنتخب الجزائري، فرصة لبحث إمكانية الدخول داخل مستطيل العملية بواسطة لاعب محمد أمين عمورة يمرر، لكن تغطية دفاعية. 3 دقائق 3 دقائق بالتمام والكمال. 3 دقائق دقائق قدر تحمل الجديد، قدر تحمل الجديد. منتخب كونغو الديمقراطية
رأسية مرة جانبية. الرأسية ديال اللاعب فيستون كالالاماي اللي تحدثت عليه منذ قليل تحدثت على دخول فيستون كالالاماي. تحرك يا شباك، تحرك يا شباك، تحرك يا شباك، تحرك يا شباك. لو وصلت الكرة اعتقد كانت ستكون خطيرة وخطيرة جدا على مرمى محاولة، الركنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية. كتحس وتلمس الرغبة ديال اللاعبين في الوصول للمرمى، في الوصول للشباك، سواء لاعبي المنتخب الجزائري سواء لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية. زيدان في الحراسة، هدف لا يعوض، هدف من اجل التأهل للدور الربع النهائي. يتالي هذه الركنية لعبت كرة دائرية، خروج الحارس زيدان كيما هذه الكرة دائما لفائدة منتخب الكونغو الديمقراطية. ترجع كرة للحارس ليونيل باسيزو. ليونيل تقدم على المرمى ديالو، لاحظوا التقدم في الوقت عرفتي هدف الدقائق. واو، احسن حاجة نقدر نعيشوها هو هدف هاد الدقائق. يلعب كرة طويلة، ليونيل يلعب كرة طويلة بالفعل، لعبات كرة طويلة، تدخل تغطية دفاعية حاضرة تصل لهشام بوداوي بمستوى جيد منها، فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الجزائري بواسطة لاعب انيس حاج موسى. حاج موسى كيمر عند فارس الشيبي، فارس الشيبي على مستوى جيد منها، فارس الشيبي فرصة ومحاولة، ترفعات الكرة، اعتقد الكرة خرجت بالفعل، الحكم مساعد رفع الراية. نعيشوا اشواط اضافية في الغالب الظن، اشواط اضافية 15 15 30 دقيقة من الفرجة والمتعة. الفرصة هذه المحاولة تمريرة كانت من طرف فارس الشيبي، لكن الحكم المساعد رفع الراية بأن الكرة تجاوزت خط المرمى، وبالتالي تعطي هذه المحاولة على المنتخب الجزائري. بدون أهداف، مباراة بدون التوالي الأخيرة، أهداف. الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. الإدارة ديال كل لاعبين تاع اللاعبين ديال المنتخب الجزائري، كذلك أمامنا فلاديمير بيتكوفيتش وسيباستيان دو سافر. التوالي الأخيرة، لعبت كرة طويلة على مستوى اجل اليسرى، فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الجزائري، رفعات الكره، خروج الحارس يعني كان سوء تفاهم. حسن الحظ دفاع منتخب كونغو الديمقراطيه، فكان تدخل ليونيل باسيزو مازالش حتى الحكم المصري محمد منصور. مع تمام والكمام 3 دقائق اضافيه يصفر الحكم. ومنتخب كونغو الديمقراطيه تعادل سلبي 0 لمثله بين محاولة خطيرة، وبالتالي اللجوء الى شوطين اضافيين من نعيشوا اجل اجواء الشوطين الاضافيين المتاهل للدور ربع النهائي. اذا المباراه 90 دقيقه لا غالب.